بصوا يا جدعان، يعني موضوع الانتقاد بتاع الكابتن حسام والمنتخب الوطني بتاعنا بقى موضوع مستفز جدا. يعني طلع احمد دودار في قناه ام بي سي امبارح مع مهيب المستفز اكتر منه اصلا، واللي بيقعد ينتقد في اللعيبه، ومنهم حمزه عبد الكريم اصلا لسه الراجل ما عملش حاجه، ولسه الراجل يا دوب بيبدا مشواره الكروي. بيقعد ينتقد فيه وبعد يتريق عليه برضه امبارح في الاستوديو اللي هو عامله، الاستوديو اللي كله ملط ده، والاستوديو التافه جدا. وما اعرفش اصلا الناس دي ايه اصلا مؤهلاتها ولا ايه كاريرها عشان خاطر تطلع في استوديو تحليلي وتقعد تتكلم على المنتخب وتقعد تتكلم على اللعيبه بالاسلوب وبالطريقه المستفزه دي. يمكن احمد دودار بيقلل من الانجاز اللي مصر بتعمله في كاس العالم، ومش عاجبه ان الكابتن حسام كده عمل انجاز، وبيقول لك لا لعند دلوقتي احنا ما عملناش انجاز. هو الانجاز بالنسبه لك ايه؟ ان احنا ناخد كاس العالم؟ طيب قول لي، لو الانجاز بالنسبه لك ان احنا ناخد كاس العالم فانت كده طموحاتك عاليه جدا بصراحه يعني. لان احنا اصلا كان اقصى طموحنا ان احنا نوصل كاس عالم، لان احنا اصلا قبل كاس العالم ده واصلين 3 مرات في تاريخنا، تاريخ مصر كله رايحين كاس العالم 3 مرات. الراجل اللي مش عاجبك ده وداك كاس العالم للمره الرابعه. بعد ما وصلنا كاس العالم كان كل املنا وكل طموحنا مش ان احنا نصعد، لا ان احنا نحقق فوز في كاس العالم. انت شايف طموحاتنا فين؟ فاحنا حققنا الفوز ده في كاس العالم مع الكابتن حسام. فانت تطلع بقى تقول لا ده عندي دلوقتي مش انجاز، دي احنا عملنا مباراة حلوة ما اعرفش كسبنا وما اعرفش ايه، ودي ده مش انجاز. هو انت انجازاتك ايه؟ انا اصلا لما دخلت ابص على كاريرك واشوف انت عملت ايه في حياتك، اصلا الناس مش عارفاك غير في الماتش بتاع الاهلي لما يفون قاعد يجريك قدامه انت وعلي جبر، لا اكتر ولا اقل. هو ده تاريخك وهو دي انجازاتك في الكورة. اصلا كل تاريخك الدولي ان انت لعبت 9 مباريات مع المنتخب بس كده، وان انت خدت بطولة كاس. قعدت ادور لك على بطولة تانية للناس اللي هتستنى ان انا اقول بقيت بطولات وهو ما عندوش غير بطولة كاس واحدة يا جدعان. فان انت تطلع تقلل اصلا من الانجاز اللي اللعيبة بتعمله والتعب اللي هم فيه والبطولة الكبيرة اللي هم فيها واللي بيقدموها لعند دلوقتي، وبنتمنى لهم طبعا التوفيق وكل الدعم ليهم في الماتش بتاع ايران الجاي. فان انت تطلع تقلل من الكلام ده، والكلام ده اصلا ملوش اي معنى في الوقت الحالي يعني. انت طالع تقلل ليه؟ يعني انت اصلا طالع تقول كلام سلبي ليه؟ يا عم اعتبره انجاز، انت ايه اللي مزعلك؟ هو انت مش راجل لعيب كوره وراجل لبست تيشيرت منتخب مصر ولعبت كوره؟ مش عاجبك ليه الانجاز اللي احنا بنعمله؟ مش عاجبك ليه فرحه الناس يعني؟ انت مش شفت الفرحه عند الناس عامله ازاي بعد المباراه وبعد ما كسبنا اول فوز لينا في كاس العالم؟ وشفت الاحتفالات بتاعت اللعيبه وبتاعت الناس في الشارع عامله ازاي؟ ليه مش انجاز ليه؟ احنا احتفلنا كأن خدنا بطوله بالظبط. فانا مش فاهم يا جدعان والله كميه الناس اللي بتطلع على الشاشات وبتخاطب الناس وبتخاطبهم بالطريقه دي وبالاسلوب ده. الناس دي اصلا بتطلع على التلفزيون ليه؟ انا مش فاهم بجد يعني. كل واحد يطلع يضرب لك تصريح ويضرب لك كلمه بمزاجه عشان خاطر تطلع ترند